ابني مش اجتماعي، يعني منطوي كده، في المدرسه ساكت ومع العيله بيتكسف ويستخبى، حاسه انه مش اجتماعي خالص. خليني اقول لك الحقيقه، مش كل الاطفال بتقدر انها تحب الناس وتتعامل معاها بسرعه. في اطفال علشان تقدر تعمل كده لازم تاخد وقتها في الاول وتطمن علشان تقدر تتعامل وتنخرط وسط الناس، والاطفال دي ممكن جدا يتفاعلوا وينخرطوا مع الناس بشكل اعمق حتى من الاطفال اللي مش بتاخد وقت عشان تنخرط وسط المجتمع. فمش معنى ان هم مش بيتفاعلوا على طول ان هم مش اجتماعيين. فلما حضرتك بتضغطي عليه وتندهيه مثلا علشان يسلم على فلان ويتعامل مع الناس بالاجبار، ده مش هيحل المشكله، بالعكس ده هيخليه ياخد وقت اكبر من اللي بيحتاجه في الطبيعي علشان يقدر يتعامل وينخرط مع الناس. مش بس كده، الضغط ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه كبيره جدا ويهرب تماما من التعامل مع الناس. طيب والحل ايه؟ اولا ابدأي بالحوار معاه كتير في الاوقات اللي مفيش فيها ناس، يعني اسأليه عن رأيه، عن اللي بيحبه، عن يومه. تاني حاجة اختاري له ناس يكون مرتاح وهو بيتعامل معاهم واحدة واحدة. رقم 3 فهميه ان هو مش دايما مطلوب منه ان هو يرضي كل الناس، المهم ان هو يكون فعلا على طبيعته. واوعي تنسي لازم يحس انك شايفاه وفاهماه وحاسه بيه. تابعينا علشان تعرفي معلومات تساعدك تفهمي اولادك وتتعاملي معاهم بوعي اكتر. ولو عاوزه تسالينا عن حاجه معينه استنينك في الكومنتس.